السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين ولسه مكملين مع بعض اكلات العيد. اعادها الله عليكم بالخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طبق مشاوي كده محترم بيتقدم في المطاعم بمبلغ وقدره. هنعمل كفتة مشوية، وهنعمل دبابيس فراخ مشوية، وهنعمل كمان رز اصفر. بس قبل ما نبدأ، فضلا منكم وليس امرا، ياريت تعملوا اشتراك للقناة وكمان متابعة، وما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم. ويلا نبدأ بسم الله. طبعا طبق المشاوي ده بيتقدم في المطاعم بمبالغ يعني محترمة، فهنعمله ان شاء الله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، برضو ما توقفناش كتير في المطبخ وبالذات في الحر اللي احنا فيه، وبيطلع طبعا طبق فخم جدا زي ما انتوا شايفين. اول حاجة هنعمل الكفتة. عندي نص كيلو لحمة مفرومة، عندي توابل ملح وفلفل وسبع بهارات وبيكنج باودر، وعندي بصلاية، قرن فلفل، طماطماية، فصين من الثوم، وكمان عندي رغيف بلدي. اول حاجة هنحط الخضار بتاعنا في الكبة ما عدا البقدونس، وهنحط عليه التوابل بتاعتنا كلها ونص معلقة صغيرة سكر، ونطحنهم ناعم جدا. نطحنهم في الكبة عندنا ناعم جدا. بعد كده بنزود عليهم الرغيف البلدي، يا اما ناشف يا اما طري اللي موجود. بنطحنه لغاية لما يبقى مطحون ناعم جدا، الخلطة كلها تبقى ناعمة بحيث ما تبانش في الكفتة. بعد كده بنحط في بولة النص كيلو اللحمة المفرومة اللي عندنا، وبنحط عليه خلطة الخضار والعيش والتوابل اللي احنا طحناها في الكبة، وبنزود عليهم كمان حزمة البقدونس المفروم، وبنعجنهم كويس قوي بايدينا. انا ما بحبش احط اللحمه المفرومه في الكبه، بحسها كده يعني ناعمه قوي. لا، انا بحب احس ان فيها معالم شويه، يعني بحس يعني احس بطعمها شويه. بنفضل نعجنها بايدينا لغايه لما اللحمه بتعمل خيوط كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنجيب بوله فيها ميه، وبنجيب سيخ، ممكن سيخ خشب، انا عندي ده سيخ الفرن. بدهنه كده بالمية، وبعد كده باخد كورة من خلطة الكفتة، بسمغها كويس جدا في ايديا، وبعد كده بصبحها على السيخ زي ما انتوا شايفين. بنرص في السرفيس بتاعنا او في الطبق بتاعنا زي ما تحبي. بنسمغها كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين. طريقة الكفتة دي يا بنات انا معتمداها من سنين ومش بغيرها ابدا، لانها فعلا ناجحة، وكمان طريقتها سهلة وبسيطة. بنسمغها كده زي ما انتوا شايفين ونصبحها على السيخ. المية طبعا بتساعدني كويس قوي، كمان بتخليها ما تلزقش في ايديا. وبنعمل كل الكمية كده، بنديها كده تضليعة بصوابعنا. بنعمل كل الكمية كده زي ما انتوا شايفين، وبنحطها عندنا في التلاجة لغاية لما نعمل باقي الحاجات التانية. عندي هنا حوالي نص كيلو دبابيس او 700 جرام، كانوا عندي في الفريزر فطلعتهم شطفتهم كويس وعصرت عليهم ليمونة ورشيت عليهم ملح. عندي هنا صويا صوص وخل وزيت، بصلاية، طماطمتين، ليمونتين، 4 فصوص من الثوم، قرن فلفل. التوابل بتاعتي ملح، فلفل اسود، كمون، قرفة، جوز الطيب، نص معلقة صغيرة من السكر. بنحط الخضار بتاعنا كله في الكبة، البصلاية والطماطمتين و4 فصوص الثوم وقرن الفلفل، وبعدين بنعصر عليهم الليمونتين او ليمونة كبيرة ونحط عليهم التوابل. بعد كده بنحط معلقة كبيرة صويا صوص، لو ما فيش صويا صوص ممكن تستغني عنها، وكمان معلقة كبيرة من الخل. ممكن بديل الصويا صوص نحط معلقة كبيرة عسل اسود، لو ما فيش برضو بنستغنى عنهم تماما، وحوالي معلقتين كبار من الزيت. بنطحنهم في الكبة لغاية لما يبقى قوامه سائل زي ما انتوا شايفين كده. بنجيب الدبابيس بتاعتنا، بنشيل طبعا من عليها قشر الليمون. الليمون عموما لما بعصره على الفراخ بيمنع اي زفارة تماما. بجيب اي علبة عندي
يعني استخدام مرة واحدة. بحط فيها الدبابيس كده زي ما احنا شايفين، وبحط عليها التتبيلة اللي انا عملتها، وبركنها في التلاجة ساعتين او 3 او 4 ساعات، ويفضل طبعا لها بليلة عشان أنسجة الفراخ وتشرب من التتبيلة كويس، وتستوي في الفرن او تستوي معايا على الفحم كويس. هنا حطينا كل التتبيلة على الدبابة بتاعتنا. لازم طبعا تبقى تتبيلة غمراها كده كويس عشان تشرب منها كويس، وبغطيها وبدخلها برضو التلاجة لغاية ما اخلص باقي الحاجات التانية اللي بعملها، تكون طبعا التتبيلة. هنا بقى هنعمل الرز الاصفر. عندي كوباية ونص من الرز، انا بعمل كمية صغيرة عشان احنا اسرة صغيرة. وعندي بصلاية صغيرة متقطعة صغير، وعندي معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كاري، معلقة ونص ملح، ونص معلقة نص معلقة او ربع معلقة فلفل اسود عشان يفعل فايدة الكركم، ونص معلقة صغيرة من السكر. حطينا في حلة على النار الزيت والبصلاية، ودبلناها وحمرناها لغاية الدرجة زي الدرجة اللي انتوا شايفينها دي معايا، دهبي فاتح جدا. بعد كده نحط عليها التوابل والملح والفلفل الاسود اللي عندنا، ونقلبهم لغاية لما نشم ريحة التوابل، تحميصة التوابل نشمها كده. ننزل عليهم بالمية السخنة. هنا هحط كوبايتين مية سخنة. انا بحب الرز يبقى طري سنة، مش معجن، طري مفلفل بس طري سنة. هنا المية بعد ما غلت، المية بتاعت الرز معانا بعد التوابل بالبصل، بننزل عليه كمية الرز بتاعتي اللي مغسولة ومية كويس جدا. بنديها تقليدة زي ما احنا شايفين، ونسيبه لغاية لما يتشرب. هنا الرز اتشرب معايا المية بتاعته، بنديله تقليبة وبعد كده بنهدي النار ونحط معاه نحط تحتيه الشياطة. هنا بقى كنت ولعت الفحم، بجيب كمية الفحم بولع منهم قطعين كده واحطهم في النص والمهم على بعض يولع لي باقي كمية الفحم. دي الصينية اللي انا دي الصينية دي مخصصاها للشوي فقط، بشوي عليها فقط، ما بستناش لأي حاجة تانية. بحط شبكة، وهنا انا بشوي بشغل الفحم على البوتاجاز، لكن بدخل الصينية كلها بالحاجة اللي عليها في الفرن، لان لما من على البوتاجاز من فوق بحس الحاجة بتاخد لون بس مش بتستوي، طبعا بتبهدل لي المطبخ. لكن ما اخلص لما بشوي في الفرن وبعد اخلص، اقصى حاجة ان انا بغسل الفوق كلها من جوه مكان ما شويت، لكن لما بشوي بره الدهون بتبهدل لي المطبخ. فطبعا ده تجارب كتير يعني جربتها. هنا بعد ما شوينا الدبابيس في الفرن، شلنا طبعا الدبابيس زي ما انتوا شفتوا اتشوت معايا. برص كمية الكفتة اللي عندي كلها الشبكة، وبدخلها برضو الفرن على درجة حرارة لغاية لما زي ما حضراتكم شايفين كده. مش قادرة ادوكم، بتبقى قدوية وحلوة وطرية جدا وجوسي كده زي ما انتوا شايفين. بقى بنقدم الطبق بتاعنا اللي قلتلكم عليه، من طبقة من الرز الاصفر. هندلعهم بقى في العيد، ندلعهم. بنرص رز كمية الكفتة اللي عندنا، وكأنهم قاعدين في مطعم مشويات. إبداعي بقى. بعد كده بنرص الدبابيس الشوية اللي احنا عملناها بطريقة برضو حلوة كده. طبعا طريقة التقديم بتاعتك انتي، وتسلم ايديكي على اي حاجة بتعمليها. كل سنة وحضراتكم طيبين، بحبكم في الله.